اوكي فيديو جديد. طيب احنا هنشوف بقى كل ده بيقول ايه. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم احمد السعيد بيرجو. فيديو جديد. قبل اي حاجه انا غيرت يعني هو مش اللوكيشن، يعني انا بس صورت يبقى ورايا الدولاب، الباب هنا الناحيه دي كده، بس الشريط الليد ده باظ، فعلى بال ما اجيب واحد تاني. انا عارف ان انت يعني ما يهمكش اللي انا بقوله ده، بس انا عايز اقول لك، فاهم؟ عشان بس ما تستغربش. حتى بص يعني لو فتحنا هنا نلاقي الدولاب. معلش انا نسيت ان البوكسرات فوق، معلش. الفيديو بتاعنا النهارده هو مفاجاه سيكه، يعني يا دوبك كده مفاجاه على القد بعد غياب سلسله بيرجو رياكت. ده الفيديو اللي هنرجع بيه. بقالي كتير قوي ما جبتش ماتيريال من التيك توك وماتيريال من الفيسبوك والحاجات دي ونعمل عليها رياكت، فاخيرا هنبدا بالفيديو ده لما بعد ونكمل بيها السلسله دي. طبعا في فيديوهات ان احنا هنخش على الجروب نشوف الميمز بتاعتكم، نعمل رياكت على افلام قصيره، ان احنا هنعمل رياكت على الترندات اللي بتطلع، ورابع حاجه ان احنا بنعمل قعده شويه مع ناس عشوائيه. انا عارف ان انتوا وحشتكم السلسله دي، بس ان شاء الله كل ده هيرجع. بس ده عشان الفتره الاخيره انا كنت عارفين انت لما تبقى مضغوط سيكه، فاهم؟ كان في معرفش يعني، مع ان والله كان الواحد يعني معلوش ديون، فاهم؟ بس لا الدنيا مش عارف، كان في ممكن نقول اكتئاب الشتاء، فاهم؟ جالي كده اكتئاب الشتاء ده. بس يعني والله لو هتشوفوا ان كان عينيا فيها حزن، وستيل برضو والله دلوقتي. بس انا يعني بحاول ان انا اهيل نفسي. السلام عليكم. المهم عشان ما اطولش في المقدمه، ما تنساش ان انت تنزل تدوس لايك الفيديو ده ونوصله ل 20000 لايك. لو انت مش مشترك في القناه واول مره تشوفني وتشوف الخلقه اللي قدامك دي الجميله قوي دي، انزل اشترك في القناه وفعل زرار الجرس اللي هو زر الاشعارات، واحلى كومنت بيتكتب بيطلع في الفيديو اللي جاي. فانزل اكتب كومنت. انا مش عارف اخش بالانترو القديمه ولا اعمل انترو جديده. طب اسمع مني الانترو دي بقى. اوكي اول موهبه معانا. يا نهار يا جدعان، انا عايز حد يشغلني في راديو. بصوا انا هقعد اصيح، انا عايز حد يكتشفني للراديو. بناشد الناس الكبار سنا، انا عايز اشتغل في الراديو. اول موهبه معانا. مالك زعلان ليه؟ لا رخم عليا. الدخله بتاعت سبايدر مان تدل على ان هو عنده اللي هو بيسموه ايه، اللي هو بيحب الاطفال، فاهم؟ بس مش بيحبهم حب بريء. اوه بيبي، والله العظيم الوقفه نفسها اي دونت فيل يعني انا لو الواد ده هديله بالطوبه في بطنه وهطلع اجري، عشان انت هتبوسني في بقي، هتقلع الماسك وتبقى انا مش البطله بتاعت الفيلم. لا رخم عليا واصحابي مش راضيين يقعدوا معايا. سيبك من صحابك وسيبك من العيال. ايه ده؟ امسك دي لابس سبايدر ده، انا بحبك جدا حبيبي وخليها المشكله ان الواد اتبهر بلعبه سبايدر مان وما انبهرش بام سبايدر مان اللي واقف جنبه. وخليها معاك، واي حد يرخم عليك اعمل كده وقول يا سبايدر. ماشي؟ وقول يا سبايدر. ايه؟ خالد اللي موقفك هنا كده. سبايدر اللي موقفني هنا. سبايدر مين ده يا ابني؟ ايه الناس دي ومالهم؟ يعني الواد واقف عادي في ارض الحكومه. موقفني هنا. سبايدر مين ده يا ابني؟ ايه ده يا ابني؟ شغل عيال ده. ايه ده يا عم؟ ده شغل عيال ده. انا متنمر جدا، مش باين عليا ولا ايه؟ سبايدر. مش عارف، انا بس عايز اشوف حاجه في سبايدر مان كده. هو سبايدر مان ما كانش كيرفي بالدرجه دي بصراحه. هوبا اديله، ما شاء الله الواد كاله نص نط نط من العظمه. هم دول اللي بيرخموا عليك؟ ما امال انت بتضربهم على اساس ايه يا سبايدر؟ معلش حقق العداله زي ما بيقولوا للابطال الخارقين. اللي يرخم عليك هتلاقيني تاني. بس عارف انت سبايدر مان دلوقتي بعيط في الزاويه اللي هناك ده. بقول لك ايه يا شيكا؟ ايه؟ انا ضهري اتقطع يا شيكا. يا عم اكنس عدل يا عم، انا هكنس الناحيه الثانيه، اكنس انت عدل. ما انت ما بتخلصش يا شيكا الناحيه يا التانية. عم اكنس مالكش دعوه، اشتغل انت. انا احب القصص اللي بتبدا في الفيديوهات اللي هو بيبقى فيها تنمر خام، في كده واحد غلبان وواحد بيجي عليه، ما يبقاش فيه سلام في الدنيا، فاهم؟ يبقى الدنيا غابه. انا احب الفيديوهات دي بصراحه. انت بس يا ابني اللي انت بتعمله ده بتزرع ايه انت؟ طب يا شيكا المفروض نزرع كل ده يا شيكا. يا عم تزرع كل ده ايه يا عم؟ مالكش دعوه، انا قلت لك ازرع. انا اسف. ايه ده؟ اديداس يا جدعان، اديداس ده ليه ذكريات معايا في الرياكت. يا رجاله عاملين ايه؟ الله ينور يا شيكا عليك. هو ايه يا ابني؟ انا كل الله ينور. ما هو اللي لابس اسود ده اديداس والله، هو اللي كان بيكنس. انت اكيد كنت شايفه، بس هو جه في الاخر راح نزش منه. جايين على الواد ليه؟ ما جالك انت اللي شغال وانت اللي شغال. امال انت جاي تعمل ايه؟ انت جاي تفكر لها هنا ولا ايه؟ هو شيكا انت شقيان. شغال في شركه ريح. ما تديني فرصه اشرح لك ونتكلم ونعقل الكلام. انت شغال هنا في جنينه اديداس. جنينه اديداس دي لازم تشتغل فيها وتتعب. ليه؟ يا جنينه مول ولا ايه؟
انا اسف انا اسف والله العظيم، انا اسف والله، انا اسف بجد. مشيك من الشغل وانت هزود لك 5000 جنيه في مرتبك. ايه ايه 5000 جنيه ومرتبهم قد ايه؟ والله العظيم اروح ازرع الجنينه بتاعت اديداس حالا والله بجد. اشتغل يا عم عدل يا عم. اشتغل يا عم مخلص عدل بطل تعاطف. مش شايف مدير شغلك وهو واقف قدامك انا عايز خنجرين، واحد هنا واحد هنا. حس بسرعه اخيرا يا شيكا. السلام عليكم. عليكم السلام. اديداس دايما بيجي في الاماكن اللي ما تتوقعش ان هو بيجي منها. يعني انا عمري في حياتي ما شفت حد من صحابي جالي من ورا نخله قبل كده، والمشكله ان هو ما بيبانش. لا الله ينور بجد. لا انت شغال وتعبان. لا الواد ده بيتعب معانا، فكرنا نفيده. شوف العرق. عرق ايه يا حبيبي؟ انا شايفك وانت بتاخد المقشه منه في كذا مره، دي مش اول مره تعملها، وعمال تقول لي الواد ما بيشتغلش وما بيشتغلش. حرام عليك اللي انت بتعمله ده، خليتنا نظلمه. انت مش ينفع تشتغل معانا يا استاذ مقشه. اديداس لما بيقلش. وانت مرتبك زاد من النهارده، زودتك 2 جنيه ونص. اديداس ما تهزرش تاني يعني يعني عدينا فاهم مره خلاص بقى. حرفيا مش عارفه انام، فهحكي لكم قصه. خلوني الاول اقول انا احب الفيديوهات العشوائيه دي. تعالي بقى. حلو اكيد فيها لكم باك جراوند انفورميشن. اول ما اتخرجت من الجامعه فتحت شركه ماركتنج. وقتها كان عندي 20 سنه. بسبب صغر سني كنت بواجه صعوبه جدا اني اكسب احترام اللي قدامي. فمره دخلت ميتنج مع شركه كبيره قوي. انا كنت متحمسه ومبسوطه جدا. الماركتنج مانجر دخل الاوضه، واول لما شافني استعجب جدا من سني. طول الميتنج كان قاعد ماسك تليفونه ومش مديني اي اعتبار. انا اتضايقت وواجهته وقلت له هو في ايه؟ على فكره انا شاطره جدا في اللي انا بعمله. المهم مشيت متضايقه جدا وقعدت اعيط، وحلفت ان دي مش اخر مره هو هيشوفني فيها. فاست فورورد 3 سنين فتحت شركتي في دبي، ونفس البراند بعت لي ايميل عايزين ميتنج، بس المره دي الميتنج مع الدايركتور، يعني الباص بتاع الراجل اللي انا قابلته. دخلت الميتنج ولقيت الراجل وقلت له فاكرني؟ وما كانش مصدق نفسه ان البنت اللي عندها 20 سنه كبرت البيزنس بتاعها وفتحت في دبي، ان الباص بتاعه هو اللي عايز يشتغل معاه. ما تخلوش حد يوقفكم، ما تخلوش حد يحبطكم. Believe in yourself, work your hardest and everything will fall into place. اما قصه بنت انا قلت بقى ايه هتقول انا قصه كفاح. انا كنت بذاكر تحت عمدان النور في الشارع، انا ابويا كان بيقرصني في فخادي، كان بيطفي السجاير في بطاطي، لحد بقى ما بقيت محمد رمضان ورحت خدت حقي في الاخر. بس يا رب فك الديكه. بس يا جماعه انا اتحدى سبنسر، بفرد بوكس احسن من سبنسر واحسن من فاروق واحسن من الناس كلها. انا احب اللي واثق من نفسه، خش عليا بالثقه في النفس، اديني الطاقه بتاعتك كده وانا هترجمها. انا هتعلم البيت بوكس منك. اوكي سبنسر، هي سبنسر وتشالنج مي مان. كده انت عظمه قوي. طيب هو يعني اللي واضح ان دبوس طرحتها وقع، فهي بتدور عليه، بس ستيل يعني الطرحه تمام. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل. يا لهوي يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل. حضرتك ده دبوس وقع من الطرحه مش البنطلون اللي وقع. انتوا بتداروا ايه؟ ودي بتعمل ايه في طرحتها؟ ايه بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ويا امتنا شد الحيل. السلام عليكم. اوكي سو وكاله بتلاقوها بسهوله جدا على جوجل مابس. just type in وكاله عربي او انجلش بتطلع. هي قريبه قوي من زمالك، يعني مش على الايلاند بتاعت زمالك بس the other side. قريبه من برضو Ministry of Foreign Affairs، موجوده على جوجل مابس باينه. بتتكلمي على وكاله البلح بتاعتنا؟ اسيرش اون جوجل مابس. سو الناس هناك طيبه قوي، والفكره ان هم كلاب. ايه اللي الناس سوق الناس هناك طيبه قوي؟ ناس بشر. ايه اللي احنا هنميز يا عم؟ الناس اللي هناك بجد اليفه قوي وحبوبين وزينا بالظبط. وفرايداي I went بعد الصلاه، فالحلو was in all the booths were open، والناس كمان جايبين like the sellers. يا امتنا شدي الحيل. ايه معاك تاني فلوس؟ لا انا مش فلوس. تلعبنا على المحل؟ العبك على المحل يلا. يعني ايه؟ تلعبنا على المحل؟ العبك على المحل يلا.
يا نهار اسود، يا نهار اسود، بيلعبوا رفه على المحل. يعني انا بيعجبني في الفيديوهات بتاعت التيك توك بالذات انها سهل. يزرع الارض دلوقتي وياخد 5000 جنيه مرتب، تلعبني على المحل قشطه، ويلعب رفه ملك ولا كتابه. هات المحل كتابه مالك. ايزي ايزي عادي. بقى بطل اللي انت بتعمله ده، كسبت المحل اهو، بطل بقى لعب قمار والكلام ده. كمل اساس لحد اما العماره دي كلها تبقى طلع بتاعتي. على دماغك ومش لحد ما العماره دي تبقى بتاعتي. الحياه عندهم سهله، اللي هو هيقنع صاحب العماره يلعب مع ملك ولا كتابه على عماره. سهله ايزي ايزي. علي غزلان يا علوة يا حبيبي يا قلبي تعالى. ده يعني انت بتضيفي بعض الناس في دايره مغلقه 10 او 20 واحد عندك في الفريندز. سبحان الله عنده قبول، كل الناس تحبها. اسال اي حد على السوشيال ميديا علي غزلان يقول لك احبه، اموت في علي غزلان، اعشقه. بس الاول كلوز فريندز، يعني انت بتضيفي بعض الناس في دايره مغلقه 10 او 20 واحد عندك في الفريندز، وبتوريهم حاجات مش بتوريهم للناس. هو بيتكلم على الستوريز بتاعت الانستجرام، في حاجه اسمها كلوز فريندز، ان انا بوري بس الستوريز دي للناس المعينه دول بس، عشان ما تبقاش بابليك، عشان ما حدش غريب يشوف الحاجات دي. فهو بيتكلم عن النقطه دي. فانا دايما يعني لما بلاقي العلامه اخضرت كده، بلاقي كده عارفه اللي فيه حاجه بتهرشني كده، انا عايز اخش اشوفها منزله ايه. فبخش بقى متوقع بقى ان بلاقي حاجه اكسكلوسيف ليا مخصوص، بيكيني، مناظر حساسه، مناظر ذات ترباسه، اي حاجه من الحاجات دي. لكن بتصدم ان انا اخش الاقيكي منزله صوره ضوافرك اكليريك، الاقيكي مصوره صوره بحر، الاقيكي منزله صوره سجاد. انت فاهمه الكلوز فريندز غلط. انا لما بلاقي الشاشه اخضرت بحس ان في مصر. بيبقى صعب ان احنا قاعدين في ميتنج مهم وبنتكلم في شغل، وده هيتعين وده هيترفض وهنا هنصرف فلوس هنا وهنا نعمل كذا، وافتح الانستجرام بصدفه الاقي الشاشه خضراء. والله بسيب الميتنج واروح كده في حته متداريه عشان افتح. يا مراهق يا مراهق. لو سمحت الناس اللي بتصور اكليريك في كلوز فريندز يشيلوني، انما الناس اللي بتسافر الساحل والجونه كتير ضيفوني والنبي. بحب اشوف الصرخه. لا وامبارح واحده منزله ستوري وهي بتعمل بيض. يلا يا جماعه يلا يا جماعه، ايه البنات بعد اذنكم في الكلوز فريندز عندكم نزلوا صور ليكوا بالبيكيني، عشان الاستاذ علي غزلان ايه ما زهقان. يا زهقان. انا عايز غزاله تبلعني في رقبتها الرفيعه دي، واتزنق بقى في النص كده، تمام؟ ويجي واحد ساموراي معاه سيف مسنون يقطع حته حته بقى من رقبتها وانا جوه. الله على الراحه النفسيه. هي مالها ماشيه زي الروبوت كده ليه؟ لا ده كرنج يا جدعان. البت ماشيه زي الروبوت. سلام عليكم سلام عليكم. ريحه بصل، في ريحه في كده، بص في لحظة ما توقف، بحب قلك بحبك. عم دور على عريس اللي بده يحط بالكومنت. دور على العريس اللي بده يحطه في الكومنتات. قشطه كفايه لحد كده، عشان يا دوبك يعني الايه المراره. بس يا جدعان كان معاكم احمد السعيد بيرجو، اتبسطت بالفيديو ده معاكم جدا قوي جدا، عشان انتوا كنتوا وحشني قوي. اشوفكم الفيديو اللي جاي. تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش في القناه، دوس لايك لو انت ناسي من اول الفيديو، تيجي على الانستجرام عندي لان انا كل يوم اكتف هناك. اوعدكم ان انا مش هتاخر.